ولكن للأسف الشديد باباهم مش موجود عشان خاطر بيشتغل في القاهرة، والأم دايما طبعا بتبقى موجودة معاهم، بس مش موجودة، يعني موجودة ومش موجودة، لأنها مطمنة إن هما كده كده في بيت العيلة، ما بيروحوش بعيد، من البيت للدرس ومن البيت للمدرسة، واللي بيوديهم عمهم. مين اللي عمل فيكي كده يا جنى؟ قالت عمي، وهي بتترعش. عمل فيكي كده ازاي؟ قالت ان هو كان بيهددها بالسلاح الابيض اللي هي المطوه، وكان بياخدها يعني يوديها الدرس ويقول لها لو حكيتي لحد هموتك. طبعا البنت طبعا لما بتعترف بالكلام دوت وبتحكي اللي حصل، فبيعملوا محضر وبيتم القبض على عمها اللي بيبدأ ان هو في الاول يعني يقول لا ما حصلش وكده وينكر، ولكن بعد كده بيعترف ويقول ان هو تفصيليا هو اللي هو عمله بالظبط. بيتاخد وبيتحبس. البنت الصغيرة التانية بتشتكي، وفي نفس الوقت برضو ان بطنها بتوجعها، ونفس الكلام بس بطريقة تانية خالص، بيجي لها تبول لا ارادي. بنت عندها 12 سنة شهد. بتاخدها مامتها وتكشف عليها وتكتشف